السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم الكيكه بالشوكولات، اقتصاديه سهله بزاف في التحضير، كتوجد في 5 ديال الدقائق. المكونات ديالها راه بساطين بزاف، كنوجدوها غير بالبيضه وحده. كتجي هشيشه كتذوب في الفم، كتجي خفيفه بزاف، كتجي طالعه واخا المقادير ديالها قلالين. كنحصلوا على واحد الكيكه اللي كتكون عاليه وكتجي لذيذه بزاف. كنتمنى ان شاء الله تجربوها، راه كتستحق التجربه. ودائما عجبتكم الوصفه ما تنساوش لايكات الفيديو واشتراك في القناه وفعلوا زر الجرس باش يوصلكم ان شاء الله كل جديد ديالي. ندوز ان شاء الله المقادير والطريقه ديال التحضير. عندي هنايا بيضه وحده، وغادي نزيد السكر سنيده، عندي نص كاس ديال السكر، دائما كيبقى على حسب الذوق. وغادي نزيد واحد القبيصه ديال الملحه، وغنطرب المكونات مزيان. يعني غادي نطرب داك البيض مع سنيده مزيان. هنا يستعمل الطرب الكهربائي، ممكن ديروا غير الطرب اليدوي. ضروري اننا نخلطوا هكا المكونات باش ديك السكر سنده يذوب لينا مزيان. هنايا كنزيد نص كاس ديال الزيت وكنبقى نخلط. كنضيف هنايا كاس ديال الحليب. بالنسبه للحليب راني عمرت الكاس. صافي، هادو هما المكونات اللي كنحتاج. كنخلطوا المكونات مزيان. صافي، هنا غادي نحيد الطراب ديال الضو، غادي نخدم بالطراب اليدوي. بالنسبه للدقيق غادي نعبرو بالكاس. درت هنايا كاس الاول ديال الدقيق، وعندي واحد معلقه ديال النشا. غادي ندير واحد معلقه كبيره ديال الكاكاو اولا الساشيه ديال الكاكاو. كلشي ضروري ندوزوه في الصفايه باش هكا تجينا واحد الكيكه اللي كتكون خفيفه ومهويه من الداخل. غادي نخلط مزيان المكونات، عاد غادي نزيد الباقي ديال الدقيق اللي عندي. وهنايا غادي نزيد واحد نص كاس ديال الدقيق. فهاد المقادير خدات معايا كاس ونص ديال الدقيق زائد ديك معلقه ديال النشا. صافي، هذا هو القوام اللي بغينا نحصلوا عليه. هنا غادي نزيد خماره ديال الحلوى، كندير غير خماره واحده، وكنزيد عليها واحد المعلقه ديال الخل. دائما كنضيف الخل مع الخميره، كيعطينا واحد التفاعل زوينه للكيكه. صافي، هذا هو القوام اللي بغينا نحصلوا عليه، ما يكونش ثقيل وما يكونش خفيف بزاف. هنا غادي نزيد واحد الحبات ديال الكركاع، هرمشتهم واحد شويه، تقريبا شي 3 ولا 4 ديال الحبات. كيعطي واحد المذاق زوين للكيكه، وكيعطيها حتى ديك التقرمشه اللي كتكون لداخل. عندي هنايا هاد المول اللي كيكون على هاد الشكل هذا الطويل، كندهنو مزيان بالزبده. وممكن تطيبوها في اي مول عندكم. هنا غادي ندهنو مزيان بالزبده. كنفرغ فيه الخليط ديال الكيكه ديريكت. الا عندكم المول كيتلصق ديروا ليه شويه ديال الدقيق. هنا كنطلعوا الكيكه ديالنا الفوق وكنخويوها في داك المول. بالنسبه للفران كنكون شعلته من قبل، ضروري يكون سخون مزيان. وملي كنحطوا فيه الكيكه كنقصوه حتى 180 درجه 170. كنخليو الكيكه ديالنا حتى كتطلع وكتبان لي كتحمر من الجناب. كنهبطوها واحد شويه لتحت حتى كتاخذ واحد اللون اللي كيكون ذهبي، وكنخرجوها. فهنا بعد ما طابت ليا الكيكه كتجي على هذا الشكل، كتجي طالعه. فهنايا كنديرها في الطبسيل ديال التقديم. غادي ندير ليها لاصوص ديال الشوكولاط. فهاد لاصوص هذا ذوبت الشوكولاط مع الحليب عادي. درت واحد الكميه ماشي بزاف ديال الشوكولاط مع 4 كاس ديال الحليب، خليتهم هكا حتى دابو.
وخليته حتى عقد واحد شويه، وكندهن به الكيك ديالي. الكيكه راه خفيفه، ما كتحتاج اننا نسقيوها. صافي هنايا كنبقى نغطي الكيكه ديالي بالشكلاط حتى كنغطيها كامله. وكنخليها واحد شويه حتى كتنشف، كتشد ديك الشوكولاط في راسها، وكنقطعوها. كتجي على هذا الشكل، كتجي الكيكه بنينه اللي كامل داخل بداك الكركاع والشوكولاط اللي درنا ليها من الفوق. كتجي الكيكه سهله بزاف، اقتصاديه، وما كتاخذش معنا المقادير ولا حتى سهله بزاف في التحضير. هنا غادي نقطعها معكم باش تشوفوها كيفاش كتجي من الداخل. كتجي كلها مهويه وكلها مجعبه من الداخل كيف ما كتشوفوا. الكيكه راه زوينه بزاف، كتستحق التجربه. كنتمنى ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. ان شاء الله اكيد غادي تعجبكم الا جربتوها. راه سهله بزاف وما كتحتاجش بزاف ديال المكونات. هنايا كنوريكم كيفاش كتجي من الداخل. راه كتجي خفيفه بزاف، الكيكه راه رائعه وسهله بزاف في التحضير وما كتاخذش الوقت نهائيا. فهذا هو الفيديو اللي شاركت معكم اليوم. كنتمنى ان شاء الله هنا الاعجاب ديالكم وتجربوا الوصفه، راه كتستحق التجربه. نلقاو ان شاء الله فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.